اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو حسن المصري. قبل بس ما نخش في الحلقة يا ريت تعملوا لايك وتشاركوا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا. يلا بينا نخش في الحلقة. غيرك انت. فيلم حسن المصري هو من أحدث الأفلام المصرية اللي موجودة دلوقتي في السينما، وبينتمي لنوعية الإثارة والتشويق، ومن بطولة أحمد حاتم ومراد مكرم وفريال يوسف وعدد كبير من النجوم اللبنانيين. الفيلم قصة نورة لبيب وسيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إخراج المخرج اللبناني سمير حبشي، وده أول فيلم مصري يخرجه. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن حسن واللي شغال في شركة حراسات خاصة في لبنان، وبيتكلف بمهمة تأمين بنت واللي بتتخطف بعد كده. فبيحاول حسن بأي طريقة ان هو ينقذها، وبتتوالى الأحداث عشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة الإخراج. الفيلم 90 أو 95% منه متصور في دولة لبنان، فبالتالي الصورة البصرية كانت حلوة. المخرج قدر يصور لك البلد بشكل كويس ويوريك المناظر الطبيعية، فالفيلم كان فيه شوية كادرات حلوة. كمان كان فيه بعض مشاهد الأكشن اللي اتنفذت بأسلوب كويس. تاني ميزة الأداء التمثيلي. أحمد حاتم أداؤه كان جيد جدا، وبالنسبة لي أحمد حاتم في أدوار الدراما والجد بيبقى موفق. السنة دي أحمد حاتم عمل فيلمين، الفيلم اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، وفيلم في أول السنة فيلم المطاريد، وساعتها كان عامل دور كوميدي ومعجبنيش خالص. فأحمد حاتم لما بيبعد عن الكوميديا ويقدم أدوار دراما وجد بيبقى كويس، لكن برضه لازم أحمد حاتم يتأنى شوية في اختيار أعماله، لأن سواء فيلم المطاريد أو فيلم حسن المصري الاتنين معجبونيش. يعني لما اجي اعمل مثلا ان شاء الله قائمة افضل 10 افلام في سنة 2023، الفيلمين مش هيبقى ليهم مكان في القائمة بصراحة. مراد مكرم برضو اداؤه كان كويس، برغم ان شخصيته وكتابتها كانت ضعيفة جدا وهنتكلم عنها. باقي الممثلين مفيش حد شد انتباهي قوي، كلهم ادائهم كان عادي. تالت ميزة النص التاني. النص التاني افضل بكتير من النص الاول. النص الاول انا كنت حاسس ان انا بتفرج على مسلسل لبناني كل حوارات وملوش اي لازمة، انما النص التاني الايقاع كان سريع والاحداث كانت ممتعة اكتر وكان فيه شوية سسبنس. رابع ميزة النهاية. بصراحة أنا كنت فاكر إن الفيلم نهايته هتبقى عادية والنهاية السعيدة كعادة يعني أغلب الأفلام المصرية، لكن الفيلم قدم نهاية أنا ما توقعتهاش، ونهاية خارجة عن المألوف شوية. إن هو قدم حاجة يعني مش اللي أنا كنت متوقعها. طيب تمام كده، المميزات خلصت، نخش على العيوب. أول عيب القصة، واللي كانت سطحية ومفككة بشكل كبير جدا. طول ما انت بتتفرج هتلاقي نفسك عندك تساؤلات، وفي الآخر الفيلم مش هيجاوبك عليها ولا حتى فكر ان هو يرجع لها. الإيقاع كمان في النص الأول كان بطيء وممل. حتى تويستاية الفيلم عادية ومتوقعة من الصبح. ليه؟ لأن الفيلم ما ادالكش كذا اختيار علشان تقعد تفكر وما تبقاش عارف ايه هي التويستاية. لا، ده الفيلم اداك اختيار واحد بس، فطبيعي اي حد عاقل بيتفرج هيبقى عارف ان هي دي التويستاية، ان هي دي الليلة كلها. فالفيلم ما حاولش ان هو يبتكر او يتعب شوية في الكتابة. كان فيه اكتر من حدث في الفيلم كنا محتاجين نتعمق فيه اكتر من كده. تاني عيب السيناريو. انت جبتلي ان احمد حاتم عمل حادثة في الماضي، والحادثة دي اثرت على ودنه وبقى كاره حياته ودنيته. وبالمناسبة الكلام ده موجود في الاعلان عشان محدش يقول ان انا بحرق. تمام، انت جبتلي كده، بس ليه ما جبتليش ان الحادثة دي مين اللي عملها او لصالح مين وليه اتعملت؟ كل دي تساؤلات في دماغي وانا بتفرج، والفيلم كبر دماغه. مش فاهم التساؤلات دي المفروض انا اللي اجاوب عليها يعني ولا ايه؟ شخصية مراد مكرم شخصية غامضة، والمفروض كنا نعرف اكثر عن طبيعة شغله وليه بيحصل معاه كده. برضو السيناريو كبر دماغه ونفض. فالفيلم كان فيه كروتة مش طبيعية من ناحية الكتابة. محاولش ان هو يبتكر في اي حاجة غير نهاية الفيلم اللي احنا اتكلمنا عنها، دي اللي كان فيها شوية ابتكار ويعني شوية تعب. انما باقي احداث الفيلم عادية جدا ويعني ما فيهاش اي حاجة. تالت عيب الموسيقى التصويرية. الموسيقى في البداية انا كنت حاببها، لكن مع مرور الوقت زهقت منها، لان الموسيقى كانت عبارة عن نغمة
بتتكرر طول احداث الفيلم، فانت مع الوقت هتلاقي نفسك فصلت شوية من الموسيقى التصويرية. طيب تمام كده، العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم حسن المصري هو 4/10. فيلم عادي ما يستاهلش ان انت تدخله في السينما، ممكن لما ينزل على النت تبقى تتفرج عليه، وحتى لو مش حابب عادي، انت مش هيفوتك حاجة جامدة. الفيلم كان ممكن يطلع منه حاجة كويسة لو الاتنين المؤلفين بتوعه اجتهدوا وتعبوا اكتر من كده في الكتابة. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.